اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من رول موديل بودكاست. حلقه مهمه جدا كنا ماسكين نتكلم فيها عن اهم النقط في العقارات، الا وهي الدراسه الماليه، الاستثمار، يعني ايه ROI، يعني RE. كل النقط دي هيجاوب عليها النهارده دكتور احمد عبد العزيز. ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ الحلقه دي كان كتير ناس مستنياها، عملاء وسيلز، عشان يعرفوا ازاي العقارات بتمشي، ازاي بتكسب، ازاي بتخسر، ازاي انا كمطور بحط خطتي للمشاريع بتاعتي، وازاي انا كعميل احط الخطه في ازاي اشتري. فمحتاجين نعرف نقطة الزيتونه بتاعه العقارات ازاي بتمشي. فخلينا نبدا حلقات النهارده. يمكن برحب بيك يا ورده بهاء. اهلا بيك. عايزين نشوف ايه النهارده اللي نقدر ناخده من الدكتور عشان نقدر نفيد الناس ونفيد برضه العملاء معنا. يلا بينا. اهلا بيك يا مستر احمد، شرفتنا ونورتنا. اشرف لي، ربنا يخليك. احنا طبعا مبسوطين ان احنا يعني قعدنا كده عقبال ما نحدد الميعاد، اخدنا وقت طويل، فطبعا مشرفنا. وعايز اسالك على حاجه، طبعا متابعك بقالي فتره طويله وعارف ان انت جزء اساسي من شركه اتقان، وتقريبا يعني مشارك في معظم المشاريع في الجزء الخاص بدراسه الجدوى او الدراسه الماليه للشركات. فعايز اعرف منك اصلا ايه اهميه الدراسه الماليه للمشاريع العقاريه. احنا اول حاجه الدراسه الماليه دي احنا ليه بنعملها؟ احنا بنعملها علشان نجاوب على كذا سؤال. السؤال الاول ممكن يجي المطور يقول انا والله قدامي الفرصه دي، اخدها ولا لا؟ او انا قدامي فرصتين بختار بينهم، اخد دي ولا دي؟ فبيبقى السؤال الاول اللي احنا عاوزين نجاوب عليه هو يس اور نو. يعني في نوع من الدراسات بنعمله عشان نجاوب بس على السؤال ده. دي فرصة، يلا ادخل الفرصة دي، او لا ما تدخلهاش، او الفرصتين دول لما نيجي نقارنهم ببعض دي احسن من دي. فده بيبقى السؤال الاول اللي احنا عاوزين نجاوب عليه. بنتنقل للمرحلة اللي بعدها. خلاص انا خدت الفرصة دي وهشتغل عليها، فطيب انا الفرصة دي بقى عشان ادخلها واكسب منها، هو انا الانيشال انفستمنت بتاعي قد ايه؟ انا هضخ كام في المشروع ده؟ طيب والمشروع شغال انا هحتاج اضخ تاني ولا لا؟ ولو محتاج اضخ تاني هضخ امتى وكام؟ طيب كل اللي انا ضخته ده هسترده امتى؟ بنسميه الباي باك او فتره الاسترداد. هسترد الكلام ده امتى؟ طيب بعد كده وانا هكسب كام؟ وانا داخل اصلا المشروع ده عشان اكسب. اللي انا هكسبه ده وامتى هكسب كام وامتى؟ وكام دي مش مجرد رقم بس، لان وارد تقول لي مثلا انت هتكسب مليون جنيه، مليار جنيه، بس هاخدهم امتى؟ فهنا واحنا شغالين بنقيم المشروع بنقعد بقى نحط بقى البريزنت فاليو، ديسكاونت ريت، ونحسب IRR وكل الكلام ده. ما بنعتمدش فقط على ان انا كسبت عملت ROI 1000% او 500% او الكلام ده. اعتمادنا الاساسي هنا هو قيمه الفلوس اللي راجعه لي دي. انا المليون او المليار دول عمال ما يرجعوا لي قيمتهم النهارده تساوي كام، ونقارن ده بالانيشال انفستمنت اللي اتحط ونقول والله الفرصه دي مكسبها كويس مقابل الريسك اللي هناخده. فاحنا بنقارن الفرصة مع الريسك. فده برضو احد الاسئلة المهمة اللي بنحتاج نعمل الدراسة المالية عشانها. النقطة كمان وهي برضو هو انا المشروع بتاعي ده ايا كان حجمه، المشروع ده مبيعاته مليار جنيه او مبيعاته 50 مليار جنيه، هو انا هبيع المشروع ده على قد ايه؟ الفيزز بتاعتي اوكي، هقسم المشروع ده على مراحل شكلها عامل ازاي، الابريشيشن اللي هيحصل في الاسعار، الاستراتيجي بتاعته هنا شكلها عامل ازاي. بس هل ده بيحصل في ارض الواقع ولا احنا بنشوف مشاريع بتنزل سولد اوت في 3-4 ايام؟ بيحصل في ارض الواقع او بيحصل في ارض الواقع، بس كل الانواع موجوده في السوق. يعني الناس اللي تنزل وتبيع كل المشروع في 3-4 ايام، او اللي يبيع فيز في 3-4 ايام، او اللي يبيع المشروع في 3-4 سنين، يعني ده موجود وده موجود وده موجود يعني. بس انت دورك هنا كاستشاري بتعمل دراسه ماليه، انت بتقول للمطور والله انت هتبيع في الفيز الاولاني قد كده، قصادها هتنفذ قد كده، قصادها هتلم فلوس قد كده. وهي دي الفكره، انت بتوري له الصوره الكامله، مش مجرد ان هو بيبيعينه على المبيعات او التحصيلات او التكاليف، لا عينه على المشهد الكامل داير الكم بالظبط كده. يعني انت من اللي انا فاهمه كده اللي احنا لازم المطور يقسم الانفنتوري بتاعه على مراحل عشان يقدر ان هو يواكب التغيرات اللي بتحصل في السوق بالظبط عشان يقدر يعملها. طيب هل ده يعني خطوات التسعير بقى، لو انا بتكلم في خطوات التسعير هل ليها يعني تمبلت معين بتمشي عليه الشركه؟ طبعا يعني في طبعا استراتيجيز كتيره في موضوع التسعير، خصوصا ان التسعير في العقار هو انت مش بتسعر كوست بلس،
ولا بحط مارجن ولا مارك اب، التكلفه بتاعتي كذا فهحط عليها 20% فهو ده التسعير. لا، احنا التسعير التسعير طبعا في كذا نوع في عمليه التسعير. احنا في الريل استيت بنعتمد على اللي هو الفاليو بيزد برايس، التسعير بناء على القيمه. والدليل على كده مثلا يعني انت المحل التجاري بتبيعه كورنشيل اللي هو طوب احمر، فهو اقل تكلفه برقم اعلى بكتير من المكتب الاداري اللي متشطب بالتكييفات، بناء على القيمه. عشان القيمه من ورا ده عامله ايه، العائد اللي من ورا ده شكله عامل ايه. فاحنا هنا بنسعر على القيمه. طيب تسعيرنا بيبقى عامل ازاي؟ الاول بنحط الدراسه الماليه، واحنا بنحط الدراسه الماليه بنبني متوسطات اسعار للمشروع، واللي على اساسها بنستهدف تحقيق عائد معين. احنا بنقول مثلا ان الاندستري دي والسوق ده والتوقيت ده المفروض مثلا الاي ار ار ما يقلش عن اكس للمطور ده، لان كل مطور له الكيس بتاعته. تمام، خلاص اعتمدنا الاي ار ار ده، بنروح نظبط الدراسه بتاعتنا على تسعير متوسطات تسعير معينه، ونشوف المتوسطات دي نقارنها بالسوق بتاعنا والسوق اللي شغالين فيه وطبيعه العملاء وطبيعه المطور وطبيعه المشروع. خلاص عملنا ده تمام، اعتمدنا مثلا ان متوسط التجاري في الدور الاول وليكن مثلا 300,000 جنيه. خلاص متوسط التجاري في الدور الاول اللي بعده اكس، متوسط الاداري اكس. اعتمدنا المتوسطات دي، نيجي بقى على دور بنخش بقى في التسعير بقى التفصيلي بالظبط كده. فبنحط فاكتورز علشان نسعر على اساسها. الفاكتورز دي ببساطه شديده اول حاجه اللوكيشن بتاع الوحده جوه الدور، الوحده نفسها هي امامي خلفي جنبها فيها منطقه فيها ترافيك، بتبص على ايه، الطرقه سنجل ولا دبل لود، كل يعني الموضوع الحاجات الخاصه. بس ده طبعا لا خالص، هي مش محاسبين خالص، المحاسبه هنا ما بتدخلش هنا. فاول اللوكيشن، تاني حاجه الكاتيجوري، انا النشاط بتاع الوحده دي هيبقى ايه. طبعا صيدليه، فود اند بافريج، ريتيل، تأجر بايجار، لو تأجر سوبر ماركت هيبقى بإيجار، لو تأجر كافيه هيبقى بإيجار تاني خالص. هو نفس المحل نفس الوحدة، بس حسب النشاط بيتحدد العائد، وبالتالي حسب النشاط هيتحدد البرايس بتاعها. فاحنا كده قلنا اللوكيشن، الكاتيجوري. في حاجة برضو في التقسيمة نفسها بنسميها الاماونت اوف فرونتيج، اللي هو الطول في العرض كام. في نسبة مثلى ان العرض يبقى العرض للطول 1:3، يعني لو انا الواجهه بتاعتي 4 متر يبقى الطول بتاعي 12 متر. دي التقسيمه المثلى. حلو جدا. فبرضه بنقيس عليه هو انا التقسيمات اللي عندي بقى عامله ازاي، بتمثل كام من دي بالظبط. هل هو مربع ولا يعني، ما هو لو واجهه كبيره قوي ومربع مش ده احسن حاجه يعني. فبنشوف الطول للعرض عامل ازاي. بعد كده البيمنت، انا النهارده وانا بسعر الوحده دي مثلا سعر المتر فيها 350,000، فانا بسعرها على نظام سداد عامل ازاي. نظام السداد مثلا 10% و7 سنين غير 10% و5 سنين غير 10% و10 سنين. فجزء من عمليه التسعير هو البيمنت بتاعي، العميل هيدفع بيه الفلوس عامل ازاي. في بيمنت ستاندرد انت بتبدا بيها وبعد كده بتبني عليها، يعني مثلا 10 و7، هل ده الطبيعي اللي انت بتبني عليه؟ البيزك الاساسيه ثم بيطلع منها حسب المشروع برضو والمنطقه. يعني مثلا المشروع اللي هو تسليمه بعد حوالي 4 سنين بنروح غالبا لل10 و7 بيبقى هو النظام ده. وبعد كده بنشتغل بقى على شيت الام بي في علشان نطلع بقى نظامين 3 قبله ونظامين 3 بعده، يعني نظام مثلا على 6 سنين 5 سنين، نظام على 8 سنين 9 سنين، نظام للكاش. فاحنا بنعمل نظام ستاندرد وبنطلع منه بقى كذا نظام تاني. طب قبل ما نخش على الام بي في، اوكي احنا هناخد وقت شويه في الام بي في والار اي والقصه دي الناس كلها مستنياها. هرجع نقطه بس من حضرتك قلتها، فكره العرض والطول. احنا دلوقتي بنشوف مثلا وليكن في سوق العاصمه او في سوق التجمع المساحات اللي بيتم عرضها من خلال المطور بتبقى مساحات صغيره، لان هو بيبقى مستهدف ان هو بعد كده بيعمل ضم للوحدات. هل ده بيفرق في التسعير؟ يعني انا دلوقتي لما بقول مساحه مكتب 40 متر طوله كذا وعرضه كذا، ازاي انا اشوف هل ده هتاثر ولا لا في التسعير؟ طيب يعني خلينا نبص الموضوع من ناحيتين. احنا كنا وقفنا عند البيمنت. اخر حاجه في التسعير هي السبيس، المساحه، وهي دي اللي هنتكلم فيها دلوقتي. طيب المساحه هنا بنبص عليها من زاويتين، زاويه البيع وزاويه التشغيل. البيع دايما في المطلق المساحه الصغيره هي الاكثر طلبا، هي الاعلى سعرا. بس من ناحيه التشغيل لا، التشغيل له قواعد تانية خالص،
وله معايير تانية خالص. الناس بقى بتوع البروبرتي مانجمنت هم اللي بيعيد التقسيمة دي من أول وجديد. ليه؟ لأن في برضه ستاندرد للتشغيل. يعني مثلا محلات الفاشون اللوكال لها معايير والانترناشونال لها معايير. المساحة لازم تكون مش عارف كم متر و400 متر و500 متر و1000 متر، والمحل يبقى فيه ناس بتتطلب المعايير انها تبقى دبل هايت. في معايير مختلفة في عملية التشغيل. بس لو نتكلم في البيع، وده اللي خلى معظم المطورين في العاصمة يروح للمساحات الصغيرة، حتى ان بعض المطورين كان بيتغلب. ليه؟ لان انت كانت التيكت برايس بتوصل ل 30 مليون و40 مليون. التيكت برايس دي عاليه على العميل. فعلشان يتغلب على الموضوع ده بقى يعمل ايه؟ يعمل تقسيمه الاول كبيره للتشغيل، وجوه التقسيمه الكبيره دي اما ان هو بيقسم مساحات صغيره او بيبيع بالاسهم الفراكشن. لا، يسيب المحل على وضعه الكبير ويبيعوا اسهم مثلا على 3 أو 4 أو 5 واتيفر التقسيمه كانت عامله ازاي يعني. طيب بما ان احنا بنتكلم بقى عن الاداري والتجاري، في برضو سؤال من الاسئله اللي دايما بتبقى في ذهن السيلز او حتى العملاء. لو انا بطلب منك دلوقتي سؤال كده ترتب انواع العقارات سواء تجاري اداري فندقي، انا عايز، انا راجل معايا اوبن بادجت وعايز ارتبهم من اول النوع اللي بيحقق لي اعلى عائد من وجهة نظرك لحد اقل حاجه، فممكن الاول ابدا بايه؟ طيب ده سؤال جميل. خلينا نقول احنا هنا دايما في الاقتصاد يقول لك ايه، لو بتثبت عامل بتفترض، لو بتغير عامل بتفترض مع ثبات باقي العوامل الاخرى. فاحنا بنثبت بقيه العوامل، والعامل المتغير بتاعنا هنا هو النشاط بتاع الوحده. يعني منطقه مثلا قايمه او منطقه لسه تحت التشغيل، منطقه لسه هتقوم الترافيك، احنا ده كله بنثبته على الوحدات المختلفه اللي معانا. احنا لما نيجي نبص على السوق بنحسب العائد على الوحده دي مش الار او اي، لان الار او اي حتى لما نيجي نتكلم عنها يعني هنخش فيها شويه. بنشوف حاجه اسمها الكاب ريت. الكاب ريت ده اللي هو ايه؟ هي الوحده دي بتجيب كام في الميه من قيمتها النهارده. يعني لو انا مثلا عندي مكتب، المكتب ده قيمته النهارده لو انا بعته 10 مليون جنيه وبيجيب لي ايجار سنوي مليون جنيه، فيبقى الكاب ريت بتاعي 10%. فده المعادله اللي احنا بنشتغل بيها لما نيجي نقارن. مش بتقيسها بالسعر اللي انا اشتريت بيه؟ لا سعرها بالظبط كده. لو انا عاوز اشوف ايه الاحسن في العائد بيجي لي بشتغل بالكاب ريت. حلو جدا. اوكي، الوحده دي بتجيب كام في المية سنويا من قيمتها النهارده. فاحنا هنا لما نيجي نبص نلاقي ان اول حاجه قبل للتنفيذ هو المكاتب. قبل للتنفيذ اللي هو التشغيل، يعني المكاتب الاداريه بتعمل تقريبا سنويا من 10 ل 12% من قيمتها السوقيه. ده رقم واحد. رقم 2 المحلات اللي مش في مولات، المحلات اللي في شوارع رئيسية. طب ليه المحلات اللي مش في مولات؟ عندنا مولات كتيرة قوي في شوارع رئيسية وفي مناطق حيوية جدا، بس تبص على تشغيلها صعب. هل ده مرتبط بشروط المبنى نفسه وتشغيله؟ شركة التشغيل جزء كبير من الموضوع. هو أنا المحل ده، المحلات دي كلها كنت بايعها ومش عامل عقود تخلي شركة التشغيل ليها الأبر هاند في موضوع التشغيل ولا لأ؟ قصص كتيرة. فإيه بنقول دايما لو أنا واخد محل بره، ده المحل بتاعي على ناصية في شارع عمومي مش عارف إيه، ده ممكن مثلا يجيب في السنة من 12 ل 14%. وفي حاجات احنا بنتكلم في المتوسط، يعني في حاجات بتبقى أقل وحاجات أعلى. بالظبط كده، بس القاعدة العامة احنا دي النسب اللي بنتحرك فيها. 14 المحلات الخارجية. بالظبط كده. فده الاختيار التاني، محلات اللي مش في مولات. الاختيار الثالث عندنا طبعا اللي دخل جزء دلوقتي جديد في المعادله الفندقي لسه جديد في مصر، فبالتالي مش هعرف احكم على النسب العالميه واقول لك دي في مصر هتعمل ايه ولا اللي في مصر حاجه يعني. ولكن خلينا نقول ان في السوق المحلي في السنين اللي جايه هيبقى في طلب عالي جدا على الفندقي، وده منتج بدأ ينتشر دلوقتي بيعيا مش تشغيليا هياخد كام سنه تبدا تقيس بقى وتدي عواد. انا اتوقع ان هو هيبقى زي الاداري وممكن يفوق الاداري كمان. هل عامل الندره هنا بيلعب دور؟ فكره ان الحاجه نادره وطبيعتها تخليها تجيب رقم اعلى في الكاب ريت. والطلب هو هي لسه مش منتشر. والحاجه الثانيه ان السوق حجم الطلب فيه عالي. انت النهارده مثلا افتح بوكينج النهارده، شوف الفنادق اللي في القاهره هتلاقيها معظم الايام مش موجوده. ليها كاب ريت ولا اكيبنسي؟
يعني هتفرق ده يعني ولا هي البنس ده تشغيل عامل ازاي؟ ما هو تشغيل عالي فبيعلي الريت، فلما هيعلي الريت العائد هيعلى، فالكاب ريت هنا يعلى. كاب ريت عادي. بالظبط كده. انا اتوقع ان هو هيبقى زي الاداري، اعلى من الاداري. بس طبعا برضو التشغيل الفندقي هو من الحاجات الصعبه جدا في التشغيل طبعا، فمش اي حد تروح تشتري منه بالظبط فندقي لو هو بيبيع فندقي. يعني اخر حاجه خالص هو السكني الكاب ريت بتاعه سنويا من 4 ل 6%، ودي اسهل حاجه ينفع نقيس عليها. كلنا ساكنين في مناطق فتقدر تشوف هو انا بدفع ايجار كام لو انا مقابل قيمه الوحده، فتقول لي ده انا مش هشتري الشقه اللي انا قاعد فيها دي، انا احسن لي ان انا اجرها. ليه؟ هتلاقيها فعليا بتعمل من حوالي 4 ل 6%. هي هدفها سكن اكتر من الاستثمار. في طبعا بعض المناطق لا عملت كبرت على نتيجة مثلا عوامل برضو استثنائية، اللي هي مثلا دخول شريحة من الأجانب للمنطقة دي فدخلوا فيها فعلوا الإيجارات بشكل عالي جدا. هل الساحلي داخل في الحسبة دي ولا أعلى شوية من السكني؟ الساحلي لا، في حاجات طبعا هتبقى أعلى من السكني. الأرقام دي أصلا محسوبة على مثلا مناطق زي القاهرة الجديدة أو زايد اللي هي المدن الجديدة، ولا محسوبة مثلا على زي مدينة نصر ومصر الجديدة، الأماكن القديمة ولا الأماكن ميكس ما بين المناطق الجديدة والقديمة سواء مدينة نصر العاصمة مدينة نصر التجمع مصر الجديدة زايد أكتوبر، هي الحسبة تقريبا يعني متقاربة في حتة الكاب ريت دي. اوكي. انا على ما اعتقد هي فكرة الاداري شوية هي مش منتشرة في وسط البلد ومدينة نصر زي ما موجودة في المدن الجديدة، يعني بالشكل اللي احنا عارفينه. بالشكل يعني الجديد المباني الادارية اللي هي الكاملة دي مش موجودة في المدن الجديدة. يعني في بعض الحاجات مثلا في مدينة نصر مباني ادارية يتعدوا على الصواب، لكن الطبيعي اللي هو من زمان في وسط البلد هي المكاتب الاداريه اللي جوه مباني سكنيه او بقى المجمعات التحرير او الحاجات دي اللي هي مباني حكوميه اصلا. هي دلوقتي بالفعل احنا اللي بنتكلم عليها دلوقتي في العاصمه بيخرجوا منها، كله بيخرج منها. يعني فكره حتى الاداري وبدات العملاء يبقى عندها هاجس فكره ان انا دلوقتي بدات الدوله تطبق قوانين فكره ان انا لا لازم عشان اجدد السجل التجاري انا كمحل تجاري او قصدي مكتب اداري لازم يكون عندي مقر اداري ومثبت ان هو مقر اداري. بعض الاماكن في مدينه نصر ومصر الجديده بدات تتحول اصلا كتراخيص لاداري عشان يبدا يكفر الحته دي. فهو انت كده مش هتطلع كل الاداري من وسط البلد، ما هو في دكاتره وفي ناس في مصالح موجوده في نفس المنطقه مش هتسلبها من الجزء ده. طيب وهي الناس متعوده عليها بالظبط. طيب لو انا النهارده عميل وبسمع الكلام ده وخلاص فكرت ان انا اروح اتوجه للاداري، فممكن حضرتك تنصحني بايه لو انا عايز اختار اداري كويس وليكن في المدن الجديده زي العاصمه او القاهره الجديده؟ فممكن يعني معيارين 3 كده اختار على اساسهم الاداري. طيب برضو هنا وانا رايح استثمر يعني هروح اشتري مكتب اداري، ابقى انا لازم اجاوب على سؤال، هو انا عاوز ده علشان حاجه على اللونج تيرم ولا حاجه على الميديم تيرم؟ مفيش شورت تيرم. يعني الشورت تيرم دي فيها مخاطره شويه، يعني انا واخد ده علشان خاطر لا انا باني البلان بتاعتي ان ده يجيب لي عائد ايجاري واستفيد من العائد الايجاري بتاعه على طول، ولا علشان لا انا ممكن كمان 4-5 سنين كده ابيعه واشوف حاجه تانية. ليه بنقول ده؟ علشان مثلا منطقه زي التجمع الخامس اسعار فيها مش قليله بس بتتشغل على طول، يعني مجرد ما المبنى هستلمه هشغله. معظم المناطق جوه التجمع كده، عكس العاصمة لسه موضوع التشغيل هياخد وقت شوية. فأنا هنا الأول أبقى محتاج وكل حاجة من دي لها مميزاتها وعيوبها. يعني مثلا أنا اشتريت مكتب في التجمع الخامس، فالمكتب ده استلامه كمان 2 سنين، بعد السنتين هستلمه هشطبه هشغله على طول تمام. الابريشيشن هنا اللي بيحصل في السعر، في ابريشيشن بيحصل كل سنة في السعر بس جزء من عملية الابريشيشن في السعر هي المنطقة نفسها. أنا شايف منطقة لسه فاضية، فالمنطقة دي حصل فيها معدل إعمار عالي أو معدل نمو عالي، فالابريشيشن فيها هيبقى أعلى بالظبط كده. فلو أنا بستهدف حاجة علشان هبيعها فترة يعني في فترة متوسطة، فأنا محتاج أبص على منطقة تكون لسه قدامها شوية فيها نفس، فلما هيخش فيها ترافيك السعر فيها هينط. لما المنطقة هتعمر بشكل معين السعر فيها هينط أكتر. لو أنا أنا بدور على عائد إيجاري
بس معايا بادجت عاليه، هروح للمنطقه اللي خلاص اوريدي ملامحها طلعت والترافيك فيها بقى شبه محسوب، وتقدر تقول هو النهارده المكتب فيها بيتاجر بكام، فاروح المنطقه دي. فدي نقطه في عمليه هو العميل دلوقتي الاختيار. بيختار العكس، هو عايز يدفع قليل في منطقه عمرها. اه طبعا، ما ده طبيعي. طبعا مهم جدا نبص على المطور، مين اللي بشتريه منه. يعني المطور اللي عنده سابقة أعمال غير اللي لسه بياخد التجربة لأول مرة. المطور اللي سمعته في السوق كويسة غير المطور اللي لسه محدش يعرف عنه حاجة. دي عملية مهمة. المطور واسم المطور وسابقة المطور والكريديبيلتي بتاعته في السوق دي ليها ويت كبير جدا في تقييم الموضوع واختيار الموضوع. طيب وانا ببص بقى على المبنى والبلانات، احط نفسي مكان الراجل اللي بيجي يأجر المكتب. انا النهارده لو انا رايح أجر مكتب في المبنى ده، اول حاجه هتيجي في دماغي هي ايه؟ فين المكتب الواسع المميز، اللوكيشن بتاعه سهل، يعني اكسسبيلتي تكون سهله، يعني كل ما له علاقه مميز بعمليه بشكل عام. التشغيل. بالظبط كده. انا بحط نفسي مكان العميل. لو انا جيت هاجرها، اول حاجه هدور عليها هي ايه؟ ده يبقى هو ده اللي انا عاوز اجره. في احيانا برضو بيكون الاميز هنا هو الخلفي، علشان ده خلي بالك ده سعره هيبقى حلو. اللي على الشارع ده بيتأجر المتر ب1000 جنيه، بس ده المتر ب500 جنيه، مش عارف ايه. برضو الخلفي ده سعره قليل. بس لو هو، فالميزه هنا مش ميزه السعر بقدر ما هي ميزه هو انا النهارده كعميل لما اروح اختار عشان هأجر انهي مكان، فهو ده أجر مساحة قابلة للتشغيل. ما انا بقى هروح اشتري 25 متر عشان اروح اجي اجرها، مش هعرف اجرها، فهبقى مستني اللي جنبي نضم الوحدتين على بعض علشان ندور على عميل يأجرها. طب انا ليه؟ تعالى بقى نتفق. فانا ليه اخش في الفلسفه ده؟ انا اخد مساحة قابلة للتأجير، مساحة قابلة للتشغيل، مساحة فيها المميزات اللي تضاهي السعر اللي انا هبقى بأجر بيه. بالظبط كده، اللي هتبقى قيمة مقابل سعر، مش سعر قليل ولا سعر عالي. يعني مفيش حاجة اسمها الوحدة دي سعرها رخيص أو الوحدة دي سعرها غالي. هي الوحدة دي القيمة من وراها قصاد السعر اللي هدفعه فيها، حلو ولا لأ، وعلى أساسها اختار يعني. احاول كده اضم 3 اسئله في سؤال واحد. اوكي. ونحاول نطلع منه اجابه. يعني هي برضه هكرر فكره ان العميل دلوقتي بيدور على الاستثمار القصير، او هو طلبه، لان احنا كلنا بنسمع الطلب ده. انا عايز حاجه دلوقتي اجرها وكون استلمها دلوقتي وما ادفعش غير 10% واقسط الباقي على 10 سنين. دي حاجه. تاني حاجه عايز اعرف يعني ان اخر سنتين كان بدات الناس شويه تبقى عندها ثقافه فكره ان انا يبقى عندي موبايل ابلكيشن اشوف الذهب طلع ازاي، نزل ازاي، الدولار، وانا احط فلوسي هنا. فبقى دي نوع من انواع الاستثمار القصير الاجل يعني اللي احنا بنتكلم فيه. بس ده هيطرح سؤال برضو، اخر سنتين مع اللي حصل في الدولار والارتفاع بالدولار وارتفاع الذهب ومع العقار بالارقام بقى، احنا محتاجين نعرف الزيتونه زي ما بنقول. اخر سنتين مين كسب اكتر، اللي اشتغل في ده ولا في ده ولا في ده؟ السؤال ده معقد شوية بالارقام. يعني. بالارقام هحتاج بس افتح لا عادي. بس عشان ابص على الارقام يعني. يعني بس هو بشكل عام فكرة برضو اللي كسب اكتر واللي كسب اقل دي، يعني في حاجات كسبت على الورق، عملت 200% على الورق، بس في التنفيذ صعب. اوكي. بس ولكن لما نيجي نشوف مثلا في 2023 كان اعلى حاجة حصل فيها تغير في السعر الاعلى كان الذهب، بعديه الدولار. لو اعتبرنا الدولار بقى احد الاوعيه اللي الناس بتاخده بدل ما بتتحوط فيه بقت بتستثمر فيه. يعني في 2023 الذهب كان بعديه الدولار، كان بعديهم البورصه في مصر. لو قسنا مثلا على AGX 30 كمؤشر يعني. بعد كده كان العقار، بعد كده الشهادات البنكيه. ده كان الترتيب في 2023 يعني. طبعا في 2024 كان الكلام ده ماشي بنفس الريتم كده لحد التعويم. مع التعويم الدنيا اختلفت. اول كوارتر مثال لحد مارس مع التعويم. طيب بعد التعويم ايه اللي حصل؟ ذهب نزل، دولار نزل، بورصة نزلت،
العقار كلبش، مش هنقول ما نزلش، العقار في مصر ما بينزلش. البلد مش عاوز اقول الوحيده يعني، بس البلد اللي انا اعرفها ما بينزلش فيها العقار هي مصر. سعر العقار ما نزلش، ولكن السوق وقف شويه. ما نزلش، ما خسرش. ما نزلش بس ما اتحركش. طبيعي ان انت بنتكلم في عقار تحريكه وتسييله مختلف عن الدولار والذهب يعني. طبعا ودايما وانت بتختار برضو بالظبط كده، وانت بتختار انت ممكن تاخد عقار حلو قوي سعره فعلا تعمل في السنه السعر بتاعها، مش السعر يتغير. احنا ما بنحسبش بقى هنا السعر يتغير ليه، لان وارد مثلا ان انا اشتري الوحده، كنت شاري المتر مثلا في بدايه السنه ب 100,000، جه في نهايه السنه سعر المتر بقى ب 140,000. فانا هنا الوحده ثمنها رفع 40%، تمام، ولكن انا كسبت كام؟ انا كسبت اكتر من 40% لو انا بعت وقتها. ليه؟ لان انا في خلال السنه دي انا دفعت كام من قيمه الوحده؟ دفعت مثلا 20-30% من قيمه الوحده، وخدت المكسب كله اون سبوت دلوقتي. بس كام واحد هيقدر يعمل عمليه الريسيل دي عشان ياخد المكسب ده؟ مش في كل المشاريع بتقدر تعملها يعني. فهنا عمليه احيانا كتيره بيبقى عمليه التسييل او ان انا احول الاصل ده لكاش اهم بكتير من ان هو بيكسب كام. وفي مشاريع اوريدي موجوده في السوق عملت ارقام حلوه قوي. الوحده انا كنت شاريها ب 3 مليون او ب 5 مليون، دلوقتي عند نفس المطور ب 10 مليون. بس انا هاجي اعمل ريسيل مش عارف اعمل ريسيل. من اول ما دخلنا في العقارات واحنا بنسمع عن عيله الار او اي والار او اي والار او اي والكاب ريت. اختلافنا في استخدامهم ممكن بنختلف ازاي نستخدم ايه مع العميل، ايه اللي العميل محتاجه اصلا يعرفه. فمحتاجين نعرف قصه عيله الار. يمكن في الريل استيت اكتر حاجه الواحد سمعها هي الار او اي. يعني المطور بيقول ار او اي، البياع بيقول ار او اي، الديفلوبر المطور والعميل والبياع وكل العاملين بالريل استيت الار او اي. يمكن هي اكتر حاجه بتتقال عن باقي العيله زي ما انت بتقول يعني. يمكن الار او اي نظرا لان هو برضه سهل الحسبه فكل الناس بتستخدمه، وسهل انك تقارنه بباقي الاصول المختلفه. حلو. فاحنا الار او اي ببساطه هو ريتيرن اون انفستمنت. الريتيرن ده العائد اون انفستمنت على الاستثمار، فانا بقسم عائد على الاستثمار. حلو. طيب الاختلاف هنا بيحصل في ايه؟ ان تعريف الاستثمار هنا هو ايه؟ هو اللي دفعته، ولا هو قيمه الوحده، ولا هو سعر الوحده النهارده، ولا هو ايه بالظبط؟ فكده دايما بنلاقي في بعض الاختلافات بين الناس في طريقه الحسبه. لكن خلينا نقول ان الانفستمنت هنا هو اللي انا دفعته. فدايما بنقول الار او اي ببساطه شديده صافي اللي دخل جيبك على صافي اللي خرج من جيبك، الفلوس اللي طلعت من جيبك. لا لحد امتى يعني اللي انا دفعته لغايه امتى؟ وقت ما انا بحسب انا اشتريت الوحده النهارده اوكي، وجيت بعتها بعد سنه، انا ما شغلتش الوحده اهو، جيت بعتها بعد سنه، انا دفعت كام لحد السنه دي؟ دفعت مقدم ومثلا دفعتين 3 دفعات، خلاص ده الاستثمار بتاعي. كسبت كام منها؟ كسبت كام اللي هو بنسميه الاوفر اللي انا خدته كام؟ يعني اللي انا دفعته بلس الاكس اللي انا خدته، فالاكس ده هو ده المكسب بتاعي، اقسمه على اللي انا دفعته يطلع لي الار او اي. ناخد مثال عشان نسهل الموضوع. لو انا النهارده في وحده اشتريتها بمليون جنيه اوكي، جيت انا خلال سنه دفعت 250,000 جنيه، ده كان مقدم مثلا واقساط للوحده، وجيت بعد سنه بعتها بمليون ونص. فانا النهارده انا كسبت كام؟ على ارض الواقع 500,000. حلو، ده الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء، 500,000 ده الريتيرن بتاعي. انا دافع كام قلنا لحد السنه لحد ما جيت ابيع؟ 250، يبقى ده الانفستمنت بتاعي. فهقسم اللي انا كسبته ال 500 على ال 250 الاستثمار بتاعي، يبقى هو ده الار او اي بتاعي. 500 على 250 تقريبا 200، فيبقى انا كده كسبان 200%. ده كده الار او اي بتاعي. فبنسهل دايما الموضوع. الار او اي احسب اللي دخل جيبك على اللي خرج من جيبك. حلو، ماليش دعوه بقى فيها ايجارات او اي حاجه، صح؟ ده في حاله ان انا ببيع وحده ما اجرتهاش. بالظبط كده. طب لو انا مأجر الوحده دي، العائد اللي هيجي لي هو العائد الايجاري، فانا بحسب انا جالي ايجار كام في السنه اوكي، اقسم الايجار ده على اللي انا دفعته. طيب غالبا التأجير ده بيبقى وانا مكمل 100% من قيمه الوحده او 70%، 80-90% من قيمه الوحده بالظبط. لان انا مثلا بستلم الوحده وانا دافع 70% 60% منها، فمش من اول ما بستلم باجر، باخد شويه وقت كده عمال ما المبنى يتظبط واجهز مش عارف حاجات، اكون وصلت تقريبا ل 80%، فباجر من وانا تقريبا دافع 80-70% من قيمه الوحده. فيبقى هنا برضو صافي القيمه الايجاريه
لان انا باخد ايجار اكس، الاكس ده بخرج منه مصاريف او بخرج منه في المباني الاداريه، يقول لك فروق وديعه صيانه ومش عارف ايه والضرايب والكلام ده كله. الصافي اللي دخل جيبي ده على اللي انا دافعه لحد وانا بحسب العائد بتاع الايجار ده، فده برضو يديني العائد على الاستثمار. ده كده اول فرض في العيله والاشهر، ده الار او اي. وده اللي الناس سهل بتستخدمه ليه؟ علشان بيقارنوا مثلا بينه وبين اي وعاء استثماري تاني او وعاء ادخاري تاني. هو انا والله كنت حاطط شهاده مع يعني اختلافنا في طريقه والريسك والكلام ده كله، ولكن في الحسبه سهل. الشهاده دي بتجيب لي 18% في السنه مثلا او 20% في السنه، فانا لو حطيت مليون جنيه في الشهاده هتجيب لي 200,000 جنيه، فبقت الحسبه سهله هنا. اوكي، فيقعد بقى يقارن، طيب دي حاجه خاليه من المخاطره بتجيب لي 20%، فالتاني هيجيب لي كام في الميه؟ مش عارف استثمرت في شركه او في مشروع فجاب لي كام في الميه. فبنقول هنا دايما الار او اي الناس بتستخدمه ليه؟ عشان سهل الحساب، اي حد يقدر يعرف يحسبه، تحسب بالاله الحاسبه، تحسب بدماغك، تحسب بشيت اكسل، سهل المقارنه بالحاجات التانيه. فعشان كده هو الاشهر، وهو من اكتر الحاجات اللي الناس بتبني عليها قراراتها في موضوع هشتري الوحده دي او ده الوحده دي فيها فرصه استثماريه. الفرصه هنا بتبقى يقول لك اقوى اكبر عائد، او العائد هنا شكله عامل ازاي، بيبقى عشان خاطر الار او اي. الار او اي مش بيستخدم كتير في مصر. ليه مش بيستخدم كتير في مصر؟ لان هنا احنا برضو اي ار فهو ريتيرن، واي ريتيرن فهو عائد حقيقي، عائد محقق. يعني الوحده اللي انا قيمتها في السوق زادت 3 اضعاف لو ما بعتهاش، فانا الار هنا ما تاثرش. الار هنا باللي هيخش جيبي، دخل جيبي كام؟ الار او اي قلنا انفستمنت اللي دفعته. الاي اللي هي ايكويتي، ريتيرن اون ايكويتي اللي هي ملكيتي في العقار دي. ملكيتي في العقار دي ايه؟ اللي هو لو انا بعت العقار النهارده انا املك في العقار ده كام؟ فانا املك في العقار ده كام؟ يعني اللي انا دفعته بلس الاوفر. تمام، الوحده دي النهارده قيمتها في السوق تساوي 10 مليون جنيه. طيب هي الوحده دي انا شاريها بكام؟ شاريها ب5 مليون جنيه. تمام، انا دافع اقساط لحد النهارده كام؟ 2 مليون ونص. عاوز احسب الايكويتي بتاعتي في العقار ده، فبقول العقار ده ب10 مليون جنيه. اوكي، بس انا دافع فيه 2 ونص، والاوفر هنا 5 مليون، الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء، فالاتنين ونص بلس الخمسة يبقى 7 ونص. دي الايكويتي بتاعتي في العقار. بره ليه بنقول هو اللي بيستخدم اكتر؟ عشان موضوع المورجج، موضوع بقى لا ده انا اصلا شاري العقار ده بتمويل عقاري على 20 سنة، والحسبة بتبقى كبيرة كده، فالايكويتي هنا بتبقى حسبتها معقدة اكتر، فيقعد يقارن بقى اخرج من الوحده دي واروح وحده تانية ولا استنى فيها والكلام ده كله. دي برضه نفس قصه الفراكشنال برضه، او فكره التقسيم العقار في دبي او في الدول دي. يعني الايكوتي مش الار او اي هو المحرك هنا. احنا في الاخر بنقول ان الار او اي ده بستخدمه علشان اجاوب على سؤال احتفظ بالوحده بتاعتي ولا ابيعها. فلو انا لسه بشتري وحده تحت الانشاء مش هحسب ار او اي. الار او اي انا الوحده عندي بتجيب لي ايجار معين، فاقول والله احتفظ بالوحده دي ولا ابيعها. ليه دايما بنقول هو بيجاوب على السؤال ده؟ نفترض مثلا في المناطق اللي هي خلاص وصلت لحاله من التشبع، والمناطق القديمه زي مدينه نصر ومصر الجديده مثلا يعني انا شقه في مدينه نصر كنت واخدها وليكن ب1,000,000 جنيه من فتره كبيره، والشقه دي النهارده بتجيب لي ايجار شهري وليكن مثلا 10,000 جنيه، فعلى مدى السنه بتجيب لي 120,000 جنيه. فاقول 120,000 جنيه على ال1,000,000 جنيه دي بتجيب لي 12% في السنه. والعقار السكني قلنا بيجيب كام؟ من 4 ل 6%، ده بيجيب لي 12%. ده فل قوي، حلو قوي قوي، ده انا زي المكاتب. بس انا النهارده لو كنت بعت الشقه دي كانت هتتباع بكام؟ قيمتها النهارده في السوق كام؟ 3 مليون مثلا او 4 مليون. يجي يحسب بقى ال 120,000 دي على ال 3 مليون، هتلاقي الرقم نزل لحوالي تقريبا 4%، 3%، 5%. فهنا لما اجي احسب بقى الار او اي ايكويتي هنا اللي هو ملكيتي في العقار ده انا املك كام؟ لان انا دافع 100% فانا املكه كله بقيمته النهارده. فاجي احسب الحسبه، يا نهار ابيض ده 3%، لا لازم ابيع الوحده دي واشوف بقى وحده في مكان تاني عشان اعمل عائد اعلى. لان الار او اي هو العائد اللي اتحقق على الايكويتي ملكيتي في العقار دي. بستخدمه ليه؟ ابيع الوحده دي ولا اخليها؟ فده كده الار او اي. طيب الار او اي
الار او اي ده هو بيستخدم في الشركات مش في الاستثمار العقاري للافراد بالظبط كده. لان هو يعني اجابته هنا الار او اي برضه ريتيرن على ايه هنا اللي هي الاسيت دي اللي هي قيمه الوحده دي كام، فبحسب الريتيرن اللي اتحقق على الاسيت بتاعي واشوف النسبه دي. بس هنا بنقول هنا النسبه بقى دي لما هبص لها وابص النسبه ثانيه جنبها وواحده ثانيه جنبها هتغير في القرار بتاعي ايه؟ ما بتبقاش هي دي المحرك او المغير. يعني كبيره قليله ما بنقولش حلوه ولا وحشه، ولكن في بعض الناس بتحب انها تحسبها بما انها فرد من افراد عائله الار يعني. ممكن بتستخدم في الشركات اكتر قصدك؟ في الشركات والشركات الصناعيه اكتر. ليه؟ علشان اشوف الشركه دي كسبت مثلا الريتيرن اللي اتحقق من الاصول اللي هي المكن ده كام، الاصول دي بتجيب لي عائد كام في السنه. هو ده الهدف من حسبه الار او اي، الاصول دي سهم انها حققت لي عائد قد كده. فاقعد هنا احدد ده هنا بيخليني بيساعدني في ان انا اخد قراراتي في التوسع والمكن واغير واكبر واصغر الى اخره يعني. طيب في عندنا ايه تاني؟ في عندنا الكاب ريت، وده بنستخدمه كتير جدا، وهو ده اللي بيقول لنا هي الوحده دي بتجيب ايجار سنوي كام من قيمتها السوقيه. زي مثلا ما اتكلمنا من شويه قلنا احنا المكاتب بتجيب من 10 ل 12%. ال 10 12% ده مش ار او اي، ده كاب ريت. لان احنا لو حسبناها ار او اي ممكن مثلا انا النهارده اشتريت وحده في المبنى ده ب 10 مليون جنيه، في نفس الوحده اللي جنبي بالظبط هي نفس التميز ونفس المساحه ونفس كل حاجه، واللي اشتراها من 3 سنين ب 5 مليون جنيه. الوحدتين النهارده بيتاجروا بكام؟ بنفس الايجار. فالار او اي عند وائل هيبقى اعلى من الار او اي عندي، لان هو حجم الانفستمنت بتاعه كان 5 مليون، انا حجم الانفستمنت بتاعي 10 مليون. فاحنا هنا الار او اي جوه المبنى الواحد مختلف على حسب كل واحد اشترى الوحده بكام وازاي وامتى كاش بكام وازاي وامتى، بكام فلوس، ازاي كاش ولا قسط، امتى، من سنتين، من 3، من 4. بس الكاب ريت واحد. لو احنا الاثنين حبينا نبيع الوحده النهارده ليها سعر في السوق، فالسعر مثلا النهارده في السوق 10 مليون والوحده دي بتجيب لنا احنا الاثنين 100,000. فهنا الكاب ريت بيقول لي انت الوحده بتاعتك في السوق النهارده بتجيب كام في المية، وقارنها بين النسب اللي في السوق والنسب الخاصه بالتايب ده من الاستثمار، سواء سكني اداري بتاع. فاغير التايب، اغير المنطقه، كده لازم اعلي الايجار، اقلل الايجار. وكمان بنستخدمها في تقييم كنوع من الانواع او من الطرق اللي بتستخدم في تقييم العقارات، هي الكاب ريت. اننا بنشوف الوحده دي بتجيب كام في المية في السنه. يعني الوحده دي بتجيب لي مثلا قلنا 100,000 في السنه، اوكي، اشوف اجيب بقى المعادله بالعكس، اوصل اول 100,000 ودي 10%، احسب المعادله بتاعتي، فيبقى الوحده دي عشان تتباع النهارده بقى ب 10 مليون مثلا. فنوع من انواع التقييم العقاري او طريقه من طرق التقييم العقاري هي طريقه الكاب ريت. ده كده الفروق. فعشان كده بنلاقي دايما الناس بتستخدم الار او اي. الار او اي حسبه سهله وجميله ومتعارف عليها، ولكن بنقول انها في كتير من الاحيان بتبقى خادعه. بنعتمد على الار او اي ده لمده سنه، سنتين، 3، مش اكتر من كده، عشان بعد كده هنرجع للحسبه بتاعت مدينه نصر، الشقه ام مليون وهي دلوقتي ب 3 مليون. فبنبص هبص على الار او اي بس ما ببصش لوحده، ما بديش الصوره كامله. يعني هو مهم وكل حاجه، بس انا ابص معاه على الكاب ريت شكله عامل ازاي عشان اقدر اقارن. ابص على في طبعا يعني تولز تانية وحاجات تانية كتير بتستخدمها علشان تقيم بيها استثمارك يعني العقاري. حلو جدا. طيب بما ان احنا من شويه اتكلمنا عن الماضي و2023 واللي حصل في ادوات الاستثمار والادخار، فممكن نبص على المستقبل، الجزء الباقي من 2024 و2025. فمن وجهه نظرك العقار تحديدا في مصر الفتره الجايه رايح على رواج ولا ركود ولا فقاعه عقاريه ولا ايه؟ هل اصلا في مصر في حاجه اسمها فقاعه عقاريه؟ ده سؤال مطلب جماهيري. بص، في مصر فقاعة عقارية ولا لا؟ يعني ما اقدرش اجزم 100%، ولكن في بعض التايبس حصل فيها فقاعة عقارية. يعني مثلا هتلاقي التايبس زي اللي هي بتستهدف الشريحة A+E، دي ممكن تكون وصلت لمرحلة من انها خلاص يعني بقت زيادات السعر فيها اعلى من الطبيعي، وهو ده الفقاعة العقارية. انت الطلب عمال يزيد والاسعار عمالة تزيد بشكل سريع جدا. طيب تعالى بقى اعمل ريسيل. عرفت تعمل ريسيل ولا لا؟ يعني شوف بقى الريسيل عامل ازاي، سوق الريسيل عامل ازاي.
دي احد الحاجات اللي بنقيم بيها هو في فقاعه ولا لا. فانت عمال تعمل مكاسب على الورق، وده بيسلم انا اشتريت الوحده ب1,000,000 فابيعها ب3 مليون، واللي بعدي يبيعها ب5 مليون، وهو المطور نفسه كل فيس بيروح رافع السعر. انما في مثلا شريحه زي البي والبي بلس والبي ماينس، لا لسه ما زال حجم الطلب اعلى من حجم من يعني حجم الطلب اعلى من العرض، حتى لو كانت الوحدات لسه مش مستخدمه، لكن ستيل في حجم طلب عالي. حلو جدا. والفتره الجايه بقى شايفها ازاي؟ بص خلينا نقول مثلا ان احنا السوق العقاري من النص التاني 2023 وجري، يعني كان ماشي بسرعه 60 راح لسرعه 240. بسبب ايه؟ بسبب مش عاوزين نقول الانهيار، ولكن بسبب الضعف الشديد اللي حصل للجنيه. فبقى كل اللي معاه جنيه عاوز يتخلص منه بسرعه. ليه؟ الحاجه النهارده ب50، بكره ب60، بعده ب70. الاسعار كانت بتزيد بشكل يومي تقريبا يعني، وفي العقار كانت بتزيد تقريبا بشكل اسبوعي. في حاجه، في ظاهره كانت اول مره نشوفها، ان العقارات تزيد بشكل اسبوعي. العقارات من السلع او من الانواع اللي سعرها ما بيتغيرش بسرعه. بقينا نشوف كل اسبوع الاسعار بتتغير، فالناس الحق طلب وصدى طلب. تلاقي البياع بيكلم العميل ما بيشرحلوش، يعني ما بيقولوش الوحده دي ومميزات، الحق اشتري الوحده دي سعرها هيزيد كمان يومين، الحق الوحده دي هيحصل فيها مش عارف ايه. وفعلا فالطلب زاد بشكل عنيف جدا. معظم الشركات كسرت التارجت بتاعها، كان عاوز يبيع ب100 باع ب200، كان عاوز يبيع ب200 باع ب500، كان عاوز يبيع 500 باع في كل الشركات، في كل الاحجام، في كل الانواع، ساحلي، سكني، اداري، تجاري، شركات صغيره، شركات متوسطه، شركات كبيره. حلو جدا لحد التعويم. وبعد كده ايه اللي حصل؟ السوق اتكلبش يعني، ماشي، وفجاه واحده فرملت. الفرمله دي لما حصلت، تعالى بقى بص بقى على التسعير. ايه ده كانت في شركات رفعت الاسعار بشكل مش هنقول مبالغ فيه، لان كانت حاله السوق برضه هو السوق كان فيه، والسوق كان فيه ضبابيه عاليه. انت الاسمنت، الحديد، الاراضي، كل حاجه برضه الاسعار بتزيد. طب ما انت يعني رايح فين كمان سنه؟ لما تيجي تنفذ اللي انت بعته النهارده ده، لو هتبدا حتى تنفيذ بعد 6 شهور مش بعد سنه، طب هو متر التنفيذ اللي انت كنت حاسبه في الدراسه على اكس ممكن يبقى ب2 اكس، ب3 اكس. فده اللي خلى مطورين كتير يعلوا الاسعار بشكل كبير جدا، بالاضافه لزياده الطلب فخلت الاسعار بتزيد. الوحده مثلا يعني متر التجاري في بعض المناطق كان ب200 بقى ب400 و500، ولما بقى ب500 الناس برضو بتشتري. فانا كمطور طب ما انا هزود يعني، طالما الناس بتشتري وفي عميل موجود في طلب، واحنا في السوق قانون العرض والطلب، فهو ده السوق المتوازن. فده خلى الاسعار تعلى. طيب بعديها احنا في مصر في قاعده عامه، العقار سعره ما بينزلش، فما فيش سعر هيرجع لورا. اوكي، فتحاول تدي اوفر، بس السوق مكلبش. ليه؟ لان الناس في شريحه كانت دخلت السوق خرجت منه، الشريحه اللي هي شغاله بره مصر، اللي كانت ظبطت البادجت بتاعها لان الدولار ب70، فهتعرف هنا تعمل وفر كويس تدفع بيه قسط وكده. فهو دلوقتي مش عارف اصلا يكمل اقساطه، فعاوز يتخلص من الوحده بتاعته. طيب لما الدولار نزل بقى لل48، الشريحه دي كلها خرجت بره السوق. بالظبط كده. العميل بقى قاعد دلوقتي حاطط رجل على رجله وبيفكر، ليه؟ العمله مستقره. فاقعد بقى اشوف بقى الوحده دي والمطور ده والمميزات والعيوب، واقارن واعمل. فلما نيجي نبص على وضع السوق مثلا من بعد التعويم لحد النهارده، هنلاقي من الشركات اللي باعت بارقام كويسه والمطور اللي له اسم، المطور اللي له سابقه، دول باعوا بارقام وكسروا برضو التارجت. ليه؟ لان ستيل السوق فيه طلب، ولكن العميل هنا بقى هو بيختار. بقى انا عندي القدره وعندي الوقت وعندي الامكانيه ان انا اقعد اقارن واختار. فبالتالي هتلاقي ان مثلا يعني الرقم اللي السوق كان بيعمله وليكن اكس مليار، نفس الاكس ده موجود وممكن يكون زاد كمان، بس التوزيع هنا اختلفت. بالظبط كده، راح لشركات معينه، شركات اللي لها اسم وسابقه وعندهم فاليو حقيقيه بيقدموها للناس، ده اللي بيبيع. طب هل السوق هيكمل كده؟ اعتقد هيكمل كده شويه. العقار في مصر لما نيجي نشوف السلوك بتاع العميل خصوصا اخر سنتين، بقى يعامل معامله الذهب، ان هو وسيلة للحفاظ على قيمة الفلوس، وسيلة للتحوط، وسيلة للحفاظ على قيمة الفلوس.
فطول ما العمله مستقره خلاص مش هروح له، ما انا هتحوط من ايه؟ طول ما انا عندي ثقه ان العمله على المدى القصير مش هيحصل فيها ازمه فانا مش هروح له. طيب حصل ازمه، ترجع تاني تخلص من الجنيه فالطلب يعلى بشكل كبير جدا. طيب احنا النهارده لما نيجي نبص على حجم البيع في السوق، هل هو قليل؟ لما نيجي نقارن هنا هو قليل مقارنه بايه؟ مقارنه باخر كوارترين وثلاثه قليل طبعا. بس هل الكوارترين او الثلاثه دول كانوا هم دول الوضع الطبيعي بتاع السوق؟ لا. فانت قارن النهارده مثلا بالشهور الطبيعيه ما قبل الزحليقه اللي احنا دخلنا فيها ما قبل اللوب دي، فتقارن فتلاقي لا السوق طبيعي جدا. ولكن حصلت الطفره دي نتيجه الضبابيه ونتيجه الازمه اللي حصلت في العمله. طيب الازمه هديت السوق بالطبيعي هيهدى. فمتوقع الفتره اللي جايه ايه؟ السوق يفضل مكمل بنفس النمط اللي احنا ماشيين بيه ده، ولكن ممكن يبدا يزيد شويه، لان برضو جزء من عمليه الاستقرار الناس تطمن فتقول لك خلاص هبدا ابني بلان بتاعتي ان انا هقسط على فتره، عشان برضو يعني بطبيعه الحال الناس يعني عاوزه تستثمر، يعني كلنا عاوزين نستثمر سواء في فترات اضطراب او في فترات رواج او في فترات عاديه. فجزء من الاصول الاستثماريه هو العقار. عايزين نستغل الحته دي يمكن نقفل بيها الفقره دي، هي فكره الاستقرار الاقتصادي. هل ده برضو من راي حضرتك كشخص يعني صفقه راس الحكمه هل هي اثرت بشكل ايجابي على السوق المصري او السوق العقاري بشكل عام بشكل يعني خاص؟ وهل وجود صفقات زيها في الفتره الجايه هتساعد على استقرار ورواج العقار ولا العكس؟ يعني هل احنا دلوقتي بنتكلم فكره ان التصدير العقار بقى، وان في تصدير عقار من بره جاي يستثمر هنا في عقار وجاي يستثمر في مشاريع كبيره في مصر، فهل وجود المشاريع دي بتفيد السوق العقاري في كل حاجه بقى تسعيريا ورواج، ولا يعني على عكس ذلك لا هتضر؟ طيب لما نيجي نبص على صفقه راس الحكمه في منظورين: منظور تقييم الصفقه كصفقه، يعني الصفقه دي حساباتها بقى والمكسب والخساره والكلام ده كله، والتاثير اللي حصل للسوق. تقييم الصفقه كصفقه ما عندناش داتا عشان نقول والله. يعني مثلا مصر دخلت شريك، الامارات دخلت شريك مع مصر في المشروع ومصر لها حصه 35% والكلام ده كله، دي حلوه دي وحشه، التفاصيل التوقعات بتاعه المشروع ايه دي مش معلنه، وبالتالي ما نقدرش نقول هي الصفقه دي التقييم بتاعها بالظبط كده عامل ازاي. ولكن التاثير المباشر لا طبعا كانت بمثابه مسكن قوي لحاله السوق اللي السوق كان عايشها. يعني السوق كان فيه الدولار راكب يعني بسرعة الصاروخ، بالظبط كده، كان طالع، انت كنت بتتحرك في 40 42 43 هوب وصل لل70. السعر بيفتح اليوم بسعر ويقفل اليوم بسعر تاني، وبالتالي كل حاجة بمعنى كل حاجة سعرها كان نفس الموضوع. تخش السوبر ماركت السعر النهارده ازازه الزيت الصبح بسعر، بالليل بسعر، طبق البيض الصبح بسعر، بالليل بسعر، الحديد، الاسمنت، كل حاجه في السوق كانت السعر بتاعها مش قادر، مش عارف بالظبط، ومش عارف بكره في ايه. يعني دي الفكره الضبابيه نفسها. يعني عارف انت بتقول لي العمله خلاص هتستقر على السعر ده، كلنا هنحسب حساباتنا على السعر ده ونشتغل، يلا بينا نشتغل. انما اللي كان موجود في السوق لا، ان احنا مش عارفين هو اليوم هيقفل بسعر كام. فطبعا مع دخول صفقة راس الحكمة والمقدم اللي اتدفع والفلوس اللي اتحولت والوديعة اللي اتفكت لدولار من وديعة الإمارات والكلام ده كله، ده يعني لا يعني عمل بشكل كبير جدا على ان هو فرمل الموضوع بتاع أزمة العملة. وبالتالي اللي حصل ايه؟ الجزء من الدين الخارجي اتسد، فالديون الخارجيه نزلت بشكل كبير في شهر واحد. البضائع الكتير قوي اللي بمليارات كانت محجوزه في المواني، البنوك دبرت العمله. الدوله هنا قدرت تقوم بعمليه التعويم اللي كان احد او احد الاعمده الرئيسيه في عمليه التعويم هو توفير العمله. فهتعوم، لو عومت ومفيش عمله هيحصل كارثه في السوق. فأحد الحاجات اللي شجعت الدولة إنها تاخد قرار التعويم
كأحد القرارات اللي المفروض إنها تساعد في حل الأزمة بتاعة السوق، يعني هي التعويم. فكان أحد الحاجات علشان تعوم لازم توفر عملة، فده كان الصفقة وفرته. فهنا بنقول إن ده مسكن قوي. ليه؟ ليه مسكن مش حل فعال طويل المدى؟ لأن هي هتديك يعني نفس، هي ما فيهاش تنمية. يعني دايما بنقول المشاريع يبقى فيها تنمية مستدامة. التنمية المستدامة ده يعني ايه؟ يعني انا مثلا عملت مصانع، فالمصانع دي كل يوم عمالة تنتج الى ما لا نهاية، دي التنمية المستدامة. في النهاية الصفقة دي انا بعت المشروع، خدت فلوس، وبعد كده هيجي لي ارباح بنسبة معينة وخلاص على كده. فعشان كده بنقول ده مسكن. بس المسكن ده هو مش بنقلل من اهميته، لا هو مهم جدا ان هو يديني نفس افكر، ابدا اخد شويه خطوات علشان اصلح الوضع بشكل مستدام، ان هو يحصل عندي توافر للعمله. طيب ده تاثيره على السوق كان عامل ازاي؟ استقرار ده كان في صالح العقار، حتى لو المبيعات تباطأت في الشركات، حتى لو حصل تباطؤ في البيع، ان الشركات زي ما قلنا كانت بتبيع باكس و2 اكس و3 اكس، البيع ده هدي لفتره، بس بقى في استقرار. بقى انت النهارده كمطور عارف تسعر المشروع بتاعك صح، وعارف تقدر تكلفة التنفيذ، وعارف تحسب هو السعر ممكن يتحرك او الزيادة ممكن تبقى من كام لكام طالما الدنيا مستقرة. فطبعا ده كان له تأثير ايجابي. قد يكون عند البعض الظاهر للتأثير في السوق مش حلو، لان ده فرم للسوق، وقف السوق ومش عارف ايه، لا بس يعني ادى نفس للسوق. المطور النهارده لو فضل يبيع ب50 والسعر بالليل يبقى 70، يفتح الصبح 90 ويبيع 100، مش عارف ينفذ المشاريع دي. يعني كانش عارف يخطط للجديد دي. بالظبط كده. فالمهم هنا الاستمراريه، مش ان انا اعمل رقم عالي وخلاص يعني. دي كانت الفقرة الأولى معانا. هنخش بعديها على الفقرة التانية اللي هو بالنسبة لنا هي فقرة الجار. الفقرة دي يا دكتور احنا المفروض بنعرف أسئلة لايت جدا. ليك 3 أسئلة، من ضمنها ممكن سؤال واحد بس اللي نعمله سكيب، فهيبقى أسئلة محرجة، حضرتك تختار. ليه الاحراج ده؟ طيب يلا بينا. يلا بينا. ماشي، قول لنا اقل مرتب اخدته كان كام؟ اقل مرتب خدته كنت شغال باليوم تقريبا. كان فترة بداية الجامعة تقريبا كده، تقريبا كان اليوم يعمل حوالي يعني من 5 ل10 جنيه تقريبا يعني كده. شغال من المبيعات برضه يعني. طب ايه اللي هو يعني الشغلانة اللي كل الشعب بيشتغلها، قلت جامعة مندوب مبيعات. بالظبط كده. تقريبا يعني. السؤال التاني. السؤال التاني ناخد ده كده نشوفه ولا ليك حق تقول سكيب عادي يعني، اقراه لو مش هتجاوب قول سكيب. ده سكيب ده. ماشي. هنخش على اللي بعديه. خير واحد. قلت ديك انت بهاء شويه بالاسئله دي. ما ينفعش نعمل سكيب كمان. لا خلاص كده واحده بس. واحده. اوكي، احكي لنا ارخم موقف اتعرضت له وانت بتقدم استشاره لشركه. طيب يمكن في بدايه شغل في الاستشارات، كان تقريبا في اول سنه ليا او في السنه الاولى ليا يعني. كنت رحت قعدت مع صاحب شركه. انا في بدايه شغل في الاستشارات كنت شغال فريلانس، بقدم السيرفيس بتاعه البلاننج والاناليسيز للشركات. فرحت كانت في شركه كلموني يعني، عندهم هم بروجكت كده شغال عليه فاينانشال موديل يعني. فقالوا لي يعني كانوا تواصلوا معايا عن طريق لينكدين، وتعالوا هنقعد وندردش مع بعض. رحت قعدت مع السي او للشركه، قعدنا نتكلم شويه في الفاينانشال موديل وبتعمل ايه وهعمل ايه والكلام ده كله. فقلت له والله انا شغال على 1 2 3 وبعمل ده، والموديل هنا انا بعمله بشكل مبسط جدا في 1 2 3. فقال لي لا بس مش ده اللي انا عايزه، انا عايز موديل بشكل معقد جدا. انت عارف انا لو وريت الموديل ده للناس الناس هيرفضوه. قلت له طب ما انا اصلا بعت لك الموديل ده قبل ما اجي، يعني انا قايل لك من قبل ما اجي، بعت لك انا ده اللي انا بعمله عشان هو ده اللي انت عايزه، يلا بينا نقعد. فلو محتاج حاجه تانية هو ده اللي انا بعرف اعمله.
قال لا انا كنت مستني حاجه اكبر من كده، احنا بنعمل ده لشركه من شركات، كانت شركه في مجال الطاقه يعني بنعمله بتاع. قلت له لا والله للاسف مش هعرف ان انا اعمله. يعني قمت من القعده، بس كنت قايم متضايق جدا، يعني متضايق لاكتر من سبب. انت بعت الحاجه ان انا بعت الحاجه فانت ما بصيتش عليها، وجينا وقعدنا فكان ينفع يعني كان ينفع الاول انك تبص على الحاجه وتقول الله دي مناسبه فيلا نقعد، او لا دي مش مناسبه. فدي كانت الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ان هي حتى لو انت تفاجأت ان مش هي دي اللي انت عايزه وانت ما بصيتش على الحاجه، هتقول لي والله بص احنا البروجكت ده كبير، احنا ممكن نتعاون مع بعض في حاجات تانية، او احنا يعني بص انت لو عايز تطور الموديل ده روح يعني ايه ذاكر 1 2 3 او اعمل 1 2 3. كان في الاول في اول سنه في الكونسلتنج. سبحان الله تفتكرها لغايه دلوقتي؟ يعني لانها كانت بالنسبه لي يعني كان بوش رهيب. رحت بعدها يعني ذاكرت الموديلنج، خدت بقى سيرتيفيكت في من معهد في كندا في الفالويشن والفاينانشال موديلنج. وسبحان الله يمكن النهارده احنا في 2024 انا بشارك يعني في ان انا بعمل فاينانشال موديل يمكن لحاجه من اكبر مش هقول اكبر شركه، ولكن يعني اكبر كيان في قطاع الكهرباء والطاقه في مصر. مشروع مثلا شغال عليه بقالي سنه اهو، ويعني لسه قدامه شويه ان نحط فاينانشال موديل لمده 20 سنه. فلما خدت البروجكت ده افتكرت الموقف ده اللي هو يعني احنا كنت قاعد من حوالي الكلام ده كان مثلا في 2017 تقريبا، يعني تقريبا 2000 في بدايات 2017. فحتى اليوم انا مش قادر انسى الموقف. يمكن هو ده سبحان الله اللي كان يعني كان ايه ادى للواحد بوش ان هو يشتغل على الموضوع ده بشكل فيه يعني ايه نوع من انواع التحدي شويه، ان هو لازم هعمل فيه حاجه واشتغل على نفس الاندستري دي اللي انا كان عندي فيها مشكله من فتره كبيره. فبقول الحمد لله يعني وقتها كنت متضايق جدا طبعا ان الموقف ده وفضل معلق معايا فتره، ولكن سبحان الله يعني ده ادى دافع للواحد يعني ان هو يطور ويجتهد ان هو يوصل لمساحه اكبر من المساحه اللي هو كان شغال فيها. احنا فخورين ان احنا عارفين حضرتك والله. تسلم الله، يسلم الفخر ليا والله، شرفتنا والله شرفتنا ونورتنا ومبسوطين ان احنا اتقابلنا اخيرا. انا مبسوط جدا والله. كلها فاليو ما شاء الله يعني. اي ثينك انه اي حد بيتفرج علينا لازم ياخد نوت كده ويقعد يسجل. يمكن القصه الاخيره دي من اكتر الحاجات الملهمه يعني الناس كلها تبدا ما تيأسش من حاجه وتبدا لا تحط ده هدف قدامها ان هي ترجع تاني وتحقق حلمها يعني. ده حقيقي. شرفتنا دكتور وان شاء الله نكون على تواصل دايما ونيجي برضو تشرفنا تاني في حلقاتنا من رول موديل بودكاست. اكيد ان شاء الله. تسلم، اتشرفت بكم جدا يعني، واتمنى ان انا يعني اكون قدرت ولو بقدر بسيط جدا اننا نحاول يعني نبسط المفاهيم الماليه شويه او نوضح المفاهيم الماليه للناس يعني بشكل عام. وصلنا لاخر حلقتنا مع مستر احمد عبد العزيز من رول موديل بودكاست. لو في اي سؤال عندكم بخصوص الدراسه الماليه اكتبوا لنا في كومنت، وان شاء الله بقول لك هو ممكن نتقابل كمان بعد الحلقه نعمل لايف على الفيسبوك على البيج نجاوب على اسئله الناس. ما تنسوش تعملوا لنا متابعه لو عايزين تتفرجوا على الحلقه على اليوتيوب الشانل بتاعتنا، ولو عايزين تسمعوا الحلقه ما تنسوش تعملوا متابعه على المنصات الصوتيه ابل بودكاست وانغامي وسبوتيفاي. سلام ونشوفكم الحلقه الجايه.